الزمالك اون فاير، وتشعر ان انت قدام فريق بيصنع تحولات عاليه الجوده وتحولات سريعه جدا. تشعر انت في الدوري الانجليزي او ان انت قدام توتنهام او برينتفورد او اي فرقه الدوري الانجليزي اللي بتصنع تحولات بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا ومتقن جدا وبشكل خطير جدا. انا كنت بحس النهارده ان انا قدام فريق مش بيلعب في الدوري المصري. انا بحس النهارده ان انا قدام فريق متقن جدا لكل كوره بيعملها مرتده من الدفاع للهجوم، وخصوصا لما يكون بيراميدز منكمش قدام في ارضيه الملعب والزمالك كله مسيطر الناحيه الثانيه. انا النهارده بشوف فريق معتمد جمال ان هو افضل فريق في الدوري. بقولها عن كل ثقه انه الزمالك النهارده بصراحه بيقدم كوره مش بس ممتعه ولكن كوره قويه جدا، مسيطر طولا وعرضا على الماتش، مسيطر طولا وعرضا على بيراميدز، وتشعر ان فريق المليار او فريق المليارات هو الزمالك وليس بيراميدز، هو الزمالك وليس الاهلي. بكل صراحه وخلينا نكون منصفين انه الزمالك وصل لمرحله في الموسم دوت قويه جدا ومرحله مهمه جدا على المستوى الكروي وعلى المستوى التكتيكي. اي نعم في بعض المشاكل الدفاعيه البسيطه، ولكن الزمالك مسيطر طولا وعرضا النهارده على بيراميدز. الزمالك النهارده بيفرض سيطرته حتى لو كان الزمالك اتعادل، وحتى لو كان الزمالك النهارده ما خرجش بمكسب، مع ان انا كنت متاكد من بدايه الماتش ان الزمالك هيخرج بمكسب النهارده وان الزمالك هيسيطر على الملعب كله النهارده. ولكن حتى لو فان الزمالك بيقدم يعني وجبه دسمه جدا كرويا وبيقدم فكر كروي عالي جدا، خلينا نقول الحق وخلينا نقول ناوي اللي علينا. الزمالك النهارده تصاعديا كده من 7 ماتشات فاتوا، فهو بيحط نفسه في مصاف انه هو يكون راكب الدوري وان هو يكون اول الدوري عن جداره، مش مجرد نقاط. الموضوع هنا مش مجرد جمع نقاط وان هو بيجمع 3 نقاط كل كام ماتش، ولكن عن طريق اللعب الجيد وعن طريق السيطره الكامله في ارض الملعب. الزمالك بيقدر يحقق دوت، مش مجرد يا جماعه ماتشاته بتعدي وخلاص، لا الزمالك على ارض ثابته ذهنيا وده فرق جدا مع الفرقه ذهنيا فايقه، الفرقه بدنيا فايقه، الفرقه تكتيكيا فايقه، الفرقه النهارده بتعمل كل حاجه في الكوره. فبالتالي الزمالك بيكسب بيراميدز مستريح بدون ادنى مجهود وبدون ادنى شك ان هو يقدر يكمل ماتش لحد نهايته وهو مسيطر وهو الابر هاند في الماتش.